قلت له تفضل ودي، وقف قدامي، عملت له حركه بسيطه هنايا بغير لمس، ودورت يدي، اغمي عليه مباشره، عينيه تقلبت وطاح. احد تلاميذي مغربي اول مره قابلني، شو اللي يمنعك انت اليوم رفعته من الهواء، اسمعني عاد، مسكته لمسته من ملابس ولمس ورفعته كانه ريشه. شو يمنعك اليوم باش تدوخني؟ ولاش ندوخ فيك؟ احنا الان في حوار علمي، ما ناش في معركه. صرحت قلت شفت الرسول صلى الله عليه وسلم. حبايب قلبي، انا عمار جو، محتواي عباره عن كشف الادعاءات الغريبه والكاذبه واللي فيها استغفال لعقول الناس باسلوب نقدي ساخر. وانا حاليا ماشي بسلسله اسمها سلسله كشف الادعاءات، وهذا الفيديو رقم 20 من هاي السلسله. فبتمنى يا حبايب قلبي دعمكم للقناه بالاشتراك فيها وبالتعليقات وباللايكات، انا بكبر فيكم. المهم بهذا الفيديو راح اكشف شخص تونسي بيدعي انه عنده قدرات خارقه، ومش بس هيك، بيدعي كمان انه بيشوف النبي عليه الصلاه والسلام، ومش بس هيك، بيدعي كمان انه رب العالمين اختصه بكثير امور، وبيدعي كمان امور غريبه عجيبه. فقلت لازم اطلع وارد عليه واكشفه وافرجيكم اياه. فخلونا نسمع مع بعض شو بحكي، وادعس اللي تدعس. مثلا نعطي قصه وانا نقول لك تسالوا، الشاعر التونسي الكبير الشادلي القرواشي حضر لي في دوره تكوينيه، وكان معنا مجموعه من المدربين الكبار في فنون الدفاع، واحدهم وهو مدرب ايكيدو عنده دان، والان ممكن الان عنده الثامنه ولا التاسعه، ساعتها كان عنده سنكيام دان في الايكيدو. وهذه القصه ذكرها الشادلي القرواشي في روايته، وتنجم تجيب الشيل تساله كشاهد عيان. انا بديت نحكي على العلوم الروحيه والتقيه والامور هذه، وناظر المدرب هذا وقف قال انا مشيت اليابان، شفت معلمين يمسك انسان من غير لمس يطيره. قلت له ها نجم نعملها لك. قال لي انت وصلت للمستوى هذا؟ قلت له تفضل نجربه. قال لي ليطمئن قلبي وريني حاجه. فكانت الناس حاضره، احدهم بعضهم اطباء كبار في شرنيكول وفي غيرها. مركز اسمه مركز زمردة، اعطيك البلاصه نعطيك التاريخ. قلت له قف امامي، قف قدامي، انا عملت ما يسمى بالختمه طريقه، واللي يحب يتمسخر خليه يتمسخر. وضعت يدي على الارض، الرجل سحبته الارض الاسفل، يعني عملت له مغناطيس فلم يستطيع الوقوف. ثم عملت له حركه ثانيه، بدا يتحرك وحده في طريقه دورانيه، ويشعر ببرد شديد. فقرأ في ذهنه آية الكرسي، فقلت له قد قرأت الكرسي في ذهنك الآن. ثم قمت بحاجة أخرى، فقد انقطعت الكهرباء عن القاعة التي نحن فيها، وطلبت من صاحبة المركز، قلت لهم شوف القاعات الأخرين كلهم يخدم إلا هذه. بقيت نفسر فيها في نطاق الطاقي المجال الطاقي. هذه أنا حكيتها قصة هو أمامنا وبثها في البرنامج متاعك، والشاهد الشادلي القرواشي، وحتى الشخص اللي قمت به بالعملية نجم نسمي اسمه، أنا فقط احتراما ليه ما سميتاش. وجابني لصالته تاع الايكيدو وحكيت على الطاقات، وجاء تلميذ من تلاميذه وقال لي سي مازن هذا كلام فارغ. قلت له تفضل ودي، وقف قدامي، عملت له حركة بسيطة هنايا بغير لمس، ودورت يدي، اغمي عليه مباشرة، عينيه تقلبت وطاح. احد تلاميذي مغربي اول مرة قابلني، شو اللي يمنعك انت اليوم؟ رفعته من الهواء، اسمعني عاد، مسكته لمسته من ملابس ولمس ورفعته كأنه ريشة، وهذا عن طريق دراسة طاقات الهرم وخواصها، وهذا كله عنده علم يفسره، ونعمل حلقة كانت تحب فيه. لحظة برك، شو يمنعك اليوم باش تدوخني؟ ولاش ندوخ فيك؟ احنا الان في حوار علمي، ما ناش في معركه. ما هو الحوار فيه النظري وفيه التطبيقي. لا ما تطبيقي في قاعه رياض، تطبيقي في برنامج هكا. لا يعني انت عندك مغناطيس ارضي، ومن خلال هذا المغناطيس بيخليك تتحكم بالشخص اللي مقابلك، وبيخليك تخليه يلف زي البلبل. يا ساتر، تعرف انا جربت طريقتك هاي، حطيت ايدي على الارض ما لقيت الا شويه غبره، والشخص اللي قدامي لا لف ولا تسخم ولا حتى لمبه البيت او الكهرباء رمشه. طيب طالما عندك هالقدرات الخارقه، ما في حواليك من هون او من هون قدرة تخلينا نطير بدون طيارة؟ يعني يا دكتور مازن يا ريت تساعدنا انه نطير من دون طيارة وتريحنا من زحمة المواصلات وهاي القصص، راح نكون ممنونين إلك. بس سؤالي إلك، ليش القدرات هاي اللي عندكم دائما خلف الكواليس؟ ليش ما بتفرجونا إياها بعيوننا؟ أنا بحكي لك ليش، لأنها قدرات عبارة عن كذب بكذب ودجل وما إلها أساس من الصحة. لا بمزح معك، بلاش هسه تجذبني مغناطيس وتخليني ألف زي البلبل. كمل، شوفي عندك كرامات وقدرات أخرى. صرحت قلت شفت الرسول صلى الله عليه وسلم في رؤية في المنام أكثر من مرة، ولا غرابة في ذلك. يقال أنه ليس بالضرورة صحيح، قد يكون توهم بأن ذلك الشخص اللي يظهر لك في المنام نعم. هو رسول الله. طبعا. ما هي الإشارات اللي خليتك متأكد أن من رأيته هو فعلا رسول الله؟
أعطيك 3 أو 4 علامات. أنا الناس ديما بعضهم يراسلني يقول لي أنا ديما أشوف النبي ليل ونهار. لا، ليس بهذا الشكل. رؤية النبي عليه وعليه الصلاة والسلام يكون معها إحساس مصاحب، تكون حتى فجرا أكثر شيء، شعور يقيني أن هذا الذي رأيته هو الذي رأيت. كيف أستمد هذا الشعور اليقيني اللي قمت من النوم؟ أنا قلت اللي ريته ذكر رسول الله. يلقي الله في روح الإنسان يحسن، والرؤى تأتي. يعني أنا مرة شفت في المنام سيدنا إبراهيم، مرة شفت سيدنا علي، مرة شفت رؤية قصيتها، يعني شفت النبي مع الخضر وسيدنا علي. هسا بغض النظر انك بتحكي انك بتشوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمنام، وبغض النظر كمان انك بتقول انك بتشوفه ملامحه كلها، بغض النظر عن كل هذا بتقول كمان انه رب العالمين اختصك بهاي الخصوصية. وعشان اختم معك هاي النقطة بحب احكي لك انه المنامات والرؤى مش مقياس انك رجل عندك كرامات، مش مقياس اطلاقا. على كل حال هات خبرنا شو في عندك امور ثانية حابب تحكي لنا اياها. حتى لما كنت في ليبيا ومعمر القذافي ارسل لي مال مع وزير من الوزير ورفضته. قديش ارسل لك معمر؟ مبلغ كبير، بالملايين. مبلغ كبير، نعم، بملايين الدولارات. نعم. وعليش؟ والوزير اللي تكلمت معاه كان اسمه ابراهيم الشريف، يعني اصرح به. وعليش؟ قصة طويلة ما نجمش نفصلها، لكن انا استشرفته وراسلت معمر وقلت له انه ثم كارثة كبيرة ستحدث لليبيا، ثم حرب قادمة، ووجهت رسالة حتى للرئيس التونسي السابق بن علي 2009 أنه ثم مخاوف من إرهاب قد يضرب البلاد التونسية. هذا في هذا الجانب، يعني مش في. راسلت بشار الأسد عام 2008 عن طريق مدير المخابرات الجوية السابق اللي هو جميل الحسن، وكان صديقا لي مقرب جدا. وكان المفتي فك له أسره أحمد حسون أيضا صديق مقرب. راسلت الرئيس السوداني عن طريق أخيه العباس البشير قبل الثورة السودانية ب3 سنوات. خلص يا حبايب، إذا عندكم رسالة حابين توصلوها لشخصية مهمة أو مثلا لمديركم بالشغل، فالدكتور مازن علمنا الطريقة. على ما يبدو أن الدكتور مازن الشريف كاين شغال ساعي بريد دولي للرؤساء وزي ما سمعتوا بيقول بكل ثقة أنه راسل معمر القذافي وزين العابدين وبشار الأسد وإسماعيل هنية. بعدين الدكتور مازن برفض ملايين الدولارات مقابل الخدمات اللي بيقدمها للرؤساء. يا دكتور مازن، هسا انت بتحكي من عقلك ولا من نص عقلك ولا من ربع عقلك؟ المعلومات هاي اللي بتحكي لنا عنها الله يحرمنا منها. فلسفة المليار الذهبي، نعم، فعلا فلسفة واقعية ولا نعم. هي مجرد تخمينات متاع ناس مرضى بمرض المؤامرة؟ هو ثم كتاب أحجار على وقعة شطرنج في الخمسينات، وثم كتاب في الثمانينات مهم جدا أرجو دراسته لجريس هالسل اللي هو كتاب النبوءة والسياسة اللي فيه على هرمجدون. المليار الذهبي نظرية مطروحة فعلا. بالحق يحبوا يردون مليار كهو؟ نعم، مطروح بشكل كبير جدا. معناتها 8 مليارات ولا 9 مليارات تو يزيدنا نوليو مليار كطرح. نعم، مليار ذهبي كطرح عند هؤلاء اللي هي تنظيم الزوايا 9، تنظيم الماسونية، تنظيمات الصهيونية. نادي مالطا مثلا كأحد النوادي الصهيونية الكبيرة جدا. صرحوا نادي مالطا مثلا صرحوا رسميا قال لك نحن يكفي 500 مليون بشري. ويعملون على ذلك عن طريق تسخين الكوكب من أجل الوصول إلى ما يسمى بالرابتشر، الاختطاف، أن يختطف المسيح أنصاره. الهرمجدون عقيدة حقيقية، حتى أن بايدن قال إن بوتين فتح باب الهرمجدون. نتنياهو يتكلم في هذا الباب. الإشارات حتى حربهم على إيران ربطوها بأحداث تاريخية وبأعياد تتصل بقرش وتتصل بمعارك ماضوية. معناتها الهدف أنه احنا نولي مليار على الكوكب، نبقى أحسن مليار وإلا مليار مهما كان. هي تتقاطع نظرية. معناتها خاطر فما شكون يقول لك المليار الذهبي، معناتها لازم كان النخبة هم اللي يبقاو يعيشوا كما الغابة، الكائنات الضعيفة والمريضة الكل تختفي كما عمل هتلر. تتقاطع نظريتان، وهتلر خضع النظرية منهم. النظرية الأولى نظرية الانتخاب الطبيعي، البقاء الأقوى وفق الفهم الدارويني المادي. والنظرية الثانية نظرية النبوءات التلمودية والتوراتية. يتقاطعوا علاش؟ لأن نظرية الانتخاب يتكلم حتى ايلون ماسك عنها، أنه يبقى فقط بشر خارق القوى أو الطفرة الجديدة، نيو إكس مان. فثم نيو ميوتيشن، طفرة جديدة حسب نظرهم أنه الإنسان كان قرد مر بطفرات. هذه نظرية. والنظرية الثانية
أنه لا يبقى إلا أنصار المسيح لمملكة تدوم 1000 عام. واللي يظن أني أنا أهذي يتابع تصريحات هيجزث وزير الدفاع الأمريكي وما نشره عنه تاكر كارلسون حول تصريحات حول إعادة بناء المعبد، أو ليندسي جراهام السيناتور الأمريكي وتصريحاته حول أنها حرب مقدسة، وغيرهم، حتى هذه باميلا وايت رئيس الإنجيليين المشعوذة اللي هي ساحرة كبيرة جدا وعندها مشاهد تقول أنا عندما أمشي على الأرض فأنا على أرض أمريكا فإن الله يمشي وأنا أعلن البيت الأبيض مكان مقدس. وترامب استدعاهم مرات كثيرة ليقوموا له بنوع من الرقية الشرعية عندهم مرات عديدة حتى ينصروا بقوة الروحانية. المليار الذهبي مشروع قاعدين يمشوا فيه فعلا تماما، وإلا هكيكا ماشيين فيه بشكل كبير. المليار الذهبي حكيت لي، طيب ما بزبط معك انه يكون المليار الفضي او البرونزي؟ سامعين يا حبايب؟ بيحكي لكم انهم بدهم يقلصوا العالم لمليار واحد فقط واسمه المليار الذهبي، يعني سكان العالم حاليا 7 أو 8 مليار راح يخلوه بس مليار واحد حسب رأي الدكتور مازن الشريف. والوسيلة شوية حرائق متعددة على شوية مؤامرات تطبخ على نار هادئة على شوية نبوءات. وعشان يكمل اللوحة الفنية دخلنا بدوامة اللقاحات والحروب. الزلمة قاعد بخلط شعبان في رمضان، شوية دين على شوية فيزياء على شوية قوة خارقة على شوية خيال علمي، يعني كوكتيل ميكس، كوكتيل نظريات بخليك تسأل أنا وين، والناس اللي بتصدق هالحكي وين؟ طيب طالما عندك كل هالقدرات وهالمعلومات الخارقة وهاي الأمور، إحنا صار عندنا فضول إنه نعرف شو تخصصك، هات احكي لنا. أنا درست السحر، نعم، يعني قرأت كتب السحر. كنت في المغرب وذهبت إلى مدينة سوس عام 2007، مشيت للهند وقابلت، وحتى في فنون الدفاع ثم فرع في النينجيتسو في زاد البلاك ماجيك. قرأت سحر الكابالا، قرأت كتب كثيرة مثل كتاب من الحاج الكبير وشمس المعارف الكبرى للبوني وابو معشر الفلكي. درست علوم النفس وتعمقت في دراسة النفس البشرية، درست علوم الباراسيكولوجيا. علوم النفس من جامعات. لا، هو الإنسان الذي يحب أن يكون موسوعي ويقرأ يستطيع أن يطلع بشكل أفقي. تولي تعالج خطر قريب. لا لست معالج نفسي، أنا لم أقول أني طبيب نفساني، قلت قرأت عن النفس، أضفت عليه في دقته الجانب الروحي. بمعنى الجانب الروحي هو سيعطيك أكبر نسبة من الدقة، بينما في الأصل دراسة معطيات، دراسة بيانات، دراسة علم المستقبليات كعلم. ومن بين احنا كبارنا في العالم العربي الدكتور الكبير اللي كتب في مهدي منجر المغربي. نفهم هذا الأمر يجب أن نفهم علم الزمان. إن شاء الله مرة نعمل حلقة حول تأسيسي لفرع في الفيزياء النظري اسمه سابو كوانتم فيزيكس، فيزياء تحت الكم، يناقش من المفرد السنجولاريتي إلى زمن بلانك اللي هو 10 قوة 43 من ثانية ما تحت الفيزياء الكمية. كتاب كبير الآن قريبا نكمله، وكتابي على السفن الفضائية أيضا يبلغ تقريبا 2000 صفحة على اليوفولوجيا وأنواعها ومشاهدتها. موسوعي ما شاء الله، طب وفلك وأبراج ودين وما شاء الله، كما قال عم خميس معنا نياشين ورشة دكاترة. يا دكتور مازن شوف خليني أحكي لك، هسا إحنا يعني كبشر يعني بنحترم التنوع الثقافي، أما خلط الطب بالطاقة بالفلك بالفيزياء مش عارف إيش، هون بيخلينا يعني نسأل سؤال. السؤال هو هسا أنت عالم فيزيائي ولا بطل بفيلم خيال علمي ولا خبير بالسرد القصصي ولا إيش؟ أنت حيرتنا، أنت مش تارك تخصص على وجه الكرة الأرضية إلا ضارب فيه سهم. وطالما عندك كل هالتخصصات وهالمعلومات وبتفهم بكل شيء، ليش ما تروح تسجل موسوعة جينيس للأرقام القياسية؟ ولا أنت يعني مستواك أعلى من موسوعة جينيس ولا إيش؟ يعني أنت من بداية الحلقة لآخرها وأنت بتدعي بأمور غريبة عجيبة بدون لا دلائل ولا وثائق ولا ما يحزنون. بس بتعرف أنا إذا بدي أوصفك بمصطلح بناء على كلامك بوصفك بمصطلح خليط أو كوكتيل من كل شيء، أو الرجل الكوكتيل، لأنك مش مخلي لا صغيرة ولا كبيرة على وجه الكرة الأرضية إلا بتعرفها. على كل حال استمر كلنا ضدك. وانتوا يا حبايب شو رأيكم باللي سمعتوه؟ اكتبوا لنا أراكم بالتعليقات، بستناكم. استنوني في فيديو جديد مع كشف ادعاء جديد.